اهلا بحضراتكم في حلقه جديده وفنجان قهوه. زي ما عودنا حضراتكم، القيم الجميله المحترمه في مجتمعنا هم اللي بيكونوا دايما ضيوفنا على فنجان قهوه. النهارده انا معايا قيمه محترمه من هذه القيم، هنعرفها مباشره بعد الفاصل. الدكتورة دينا عاطف، استشاري العلاقات الأسرية والتربوية ومحاضر دولي معتمد من جامعة هارفارد ومن الجامعة الأمريكية للعلوم. تعمل خبيرة في التنمية البشرية منذ عام 2011، كما عملت استشاري أسري وتربوي، وقدمت العديد من المحاضرات والمشاركات في العديد من المؤتمرات. كما أسست مبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل والخدمة الاجتماعية، وشاركت في عدد كبير من الشباب لبث روح التعاون وحب الوطن وإعداد قادة نافعين للوطن. حصلت على لقب سفيرة الإنسانية والسلام من المؤتمر العربي لرواد الإنسانية بالعراق عام 2023، كما حصلت على لقب سفيرة الإنسانية والسلام من القمة العربية لدعم المرأة مع عدد من السفراء بالعالم العربي، بالإضافة لحصولها على درع الريادة للشخصيات المؤثرة في المجتمع من أكاديمية أطوار عربية بالعراق، فضلا على حصولها على العديد من التكريمات وشهادات التقدير والدروع من جهات معينة ومختلفة لكونها من الشخصيات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع. أهلا بك معنا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك دكتورة دينا، أنا عاوز أبدأ معاكي بالموضوع السائد حاليا، وهو موضوع دخول أبنائنا للجامعات اللي نجحوا الثانوية العامة ودخلوا جامعات، دخلوا مجتمع جديد، دخلوا حياة تقريبا بلا قيود بنسبة، هو المتحكم في حضوره وانصرافه ونجاحه وبحثه العلمي ودراسته، مش زي الالتزام أيام الدراسة في المدارس، طابور وحضور وانصراف وكده. كلميني عن نفسية الطالب وسلوكيات الطالب أو الطالبة الجامعية الجديدة. إيه اللي المفروض تعمله وإيه المفروض تستقبل الحياة الجامعية إزاي؟ اولا برحب طبعا بحضرتك وسعيده ان انا موجوده معاكم النهارده جدا يعني، ومع حضرتك بالاخص. اولا بنبارك لكل ابنائنا طلبه الثانويه العامه وبنقول لهم الف مبروك. وحابه ان انا اقول لهم ان الثانويه العامه مش نهايه العالم، سواء انت جبت مجموع في الثانويه العامه ودخلت الجامعه اللي انت كان نفسك تدخلها، او جبت مجموع اقل وكان نفسك تدخل كليه اخرى ولكن ما قدرتش تدخلها. فاعرف ان الثانويه العامه مش نهايه العالم، خلاص لازم نرضى بقضاء الله. احنا عملنا اللي علينا، مفيش حاجه اسمها كليات القمه وكليات القاع. كل الكليات مادام انا بنجح فيها ومادام اقدر ان انا اتفوق فيها ومادام اقدر ان انا اطلع منها واتخرج منها اكون شخص داخل على مرحله جديده. واحنا بقى عايزين نتكلم ايه في حته نلبس ايه؟ نلبس ايه في الجامعه؟ طبعا بيكون البنات عندهم يعني اللي هو احنا داخلين بقى على مرحله جامعيه وقلعنا بقى الزي المدرسي، فنرتدي بقى اللي احنا عايزينه، البناطيل اللي طالعه بقى اللي فيها المقطعه واللبس اللي مش عارف ايه واللي ايه. بيحاولوا يقتضوا بالغرب من اللي هم بيشوفوه على مواقع السوشيال ميديا للاسف الشديد. فطبعا احنا لازم نكون عارفين ان احنا في حرم جامعي، الحرم الجامعي ده له احترام. ما ينفعش ادخل الجامعه وانا لابسه لبس مقطع او لبس اوفر او حتى ميك اب اوفر في الكليه بتاعتي. المفروض ان انا اللبس بتاعي يبقى بسيط، البنطلون جينز عليه التيشيرت، ما البسش حاجه هيلز مثلا، ما البسش حاجه كعب يكون عالي علشان انا هبقى طالعه ونازله ورايحه محاضرات، فالكعب العالي ده هيأثر عليكي وعلى ظهرك وهيخلي ان انت يعني استفادتك اقل، لان انت هتكوني حاسه اصلا بالالم، يعني هتشعر بالالم. اللبس اللي هو الملفت للنظر، الميك اب الملفت للنظر، كل ده غير مناسب وغير ملائم تماما للجامعه. كذلك الشباب برضو المفروض ان هم يرتدوا الزي برضو البسيط، البنطلونات الجينز، التيشيرتات، الجواكت. مفيش داعي بقى لتسريحات الشعر الغريبه للشباب واللبس الغريب اللي انتوا بتشوفوه على السوشيال ميديا. احنا ملناش دعوه، احنا رايحين
نتعلم، مش رايحين نعمل موضات ونلبس حاجات نستعرض الزي الغربي المختلف تماما عن شكلنا وعن طبيعتنا يعني وعن مجتمعنا يعني الشرقي. كده مش هيبقى شاب كول لما يبقى يعمل الحاجات دي لا خالص. على فكرة يعني البنت بتميل اكتر مش للشكل الشاب، او مش لشكل الرجل بقى، ولا هي بتميل اكتر للطباع. يعني ان هو يكون رجل في طباعه، يكون شخص ملتزم محترم، يكون طباعه يعني في عنده شهامة، عنده رجولة. لو شافها في موقف مثلا، لقيت مثلا في ست كبيرة داخلة فيقوم يقف ويقعدها، مثلا موقف بنات زمايله هيعدوا مش عارفة ايه، تلاقيه بيوسع لهم الطريق وبيعديهم. فالبنات بيحبوا ده اكتر بكتير من اللبس. بس عايزين برضو نقطة ايه في الجامعة، ليست مجال للارتباط والعلاقات العاطفية. يعني احنا داخلين الجامعة، داخلين ندرس، احنا لسه في بداية حياتنا، فبلاش ان احنا ندخل بقى نسيب الموضوع اللي احنا رايحينه دراستنا ونحاول ان احنا ندخل في علاقات عاطفية. الاختيارات وقتها متوقفة على عوامل المراهقة اكتر، عوامل مراهقة مش منطقية ومش ولسه صغيرين. وطبعا لسه يا دوب بياخدوا المصروف، ولازم يكون في مساحة وحدود بين الولد والبنت في الجامعة. جميل. الأسرة بقى دورها ايه في المرحلة القادمة لابنها او بنتها اللي داخلين الجامعة؟ دور الأسرة مهم جدا جدا. دور الأسرة ما بيتوقفش، أو دور الأم والأب ما بيتوقفش عند النصح مثلا في مرحلة الطفولة فقط. يعني المفروض الأم والأب بيفضلوا ينصحوا أبنائهم لحد لما يبقى راجل وعنده 60 سنة، تلاقي مامته خايفة عليه وباباه وبيقول له يعني نصيحة أو اعمل كذا أو ما تعملش كذا. ما ينفعش إن أنا ألغي شخصية ابني تماما أو بنتي وأقحم عليه أشياء محددة. يعني مثلا ما ينفعش ان انا اقول له مثلا ايه اعمل كذا او ما تعملش كذا بدون ما افهمه انا بقول له ما تعملش كذا ليه او اعمل كذا ليه. يعني مثلا ما ترجعش متاخر بالليل مثلا بعد الساعه 12. طب ليه؟ ما انا شايف اصحابي بيرجعوا متاخر علشان انا ببقى خايفه عليك، علشان ما ينفعش تيجي متاخر، ما ينفعش تبات عند واحد صاحبك مثلا متاخر. ليه يا ماما او ليه يا بابا؟ علشان هو عنده اخت، علشان هو عنده بنت، علشان لازم. طب عشان نكون واضحين مع بعض، هي النصيحه دايما تقيله بس لازم، وبالتالي اسلوب النصح واقناع شاب مراهق او شابه مراهقه بيبقى ليها اسلوب معين. صحيح. مش افعل ولا تفعل. صحيح. صح كده؟ صحيح. طيب قولي لي بقى الاسلوب ازاي اللي ممكن اتعامل بيه مع شاب او شابه مراهقه في ان انا احاول تقتنع بتوجيهي. هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت كده يا استاذ احمد، ما ينفعش ان انا اقول له افعل او لا تفعل او اعمل او ما تعملش. يعني اجيب الموضوع بطريقه اللي هو احط قدامه خيارات. وانا كأب كان نفسي ان هو يدخل كليه طب مثلا، فما ينفعش ان انا اجي اقول له انت لازم تدخل طب عشان احقق طموحاتي واللي انا كان نفسي فيه ده في ابني. ما ينفعش، لان هو هيدخل الكليه دي هيفشل فيها. وشفنا نماذج كتير دخلت كليات الطب وكليات القمه كما يقال، مش حاببها ومش ميوله ومش حاببها وفشل فيها، وتلاقيه راح يشتغل مثلا فنان رسام، حاجه هو هويها وحاببها حتى بعد ما يخلص. وفي فنانين كتير قالوا كده وخلصوا كليات الطب وخلصوا كليات عسكريه وتخرجوا منها وراحوا يعني مارسوا الهوايات والحاجات اللي هم بيحبوها. فانا مثلا صلاح ذو الفقار، احمد مظهر ما كانوا ظباط. وبعدين ما تعرفوش وما ظهروش وكانوا من اروع واقوى ممثلين السينما المصريه حتى وقتنا هذا. طيب نفترض مثلا ان في طالب او حد كان عايز يدخل كليه طب والمجموع ما جابش، فالام والاب هنا المفروض الاب يقعد معاه يقول له انت كنت عايز تدخل طب علشاني ولا علشان قيمه الطب نفسه، ان انت داخل عايز تساعد الناس. لو قال لك انا عايز ادخل طب علشانك يبقى هو كده هيفشل، كان هيدخل وهيفشل في الكليه دي. طيب لو هو كان عايز يدخل طب علشان قيمه الطب والمجموع ما جابش، فاحنا نبحث عن على فكره كل الكليات وكل المهن ليها قيمه عاليه جدا طبعا. مش الطب بس. ايوه صحيح. وكل حاجه ليها وظيفتها، وفعلا يعني والله هقول لحضرتك حاجه، يعني حتى اقول لك حاجه، احنا من اقل المهن الحرفيه المهنيه البسيطه
في خطورتها واهميتها زي الطب بالظبط. صحيح. وانت عارفه ما الكلام ده، لما ما بيحصل حاجه حتى في العربيه مثلا، لو كان في هتبقى محتاج شغل حد. ميكانيكا او شغل اي سباكه حتى في اي البيت، اي انت لو يحصل حاجه في البيت انت الدنيا باظت، الا اذا السباك جه عملها لك، صح كده؟ صح صح. التعليم الفني اصلا يعني مهم جدا جدا. طبعا. وما ينفعش ان كل الناس يبقوا اطباء، او كل الناس يبقوا مهندسين، او كل الناس يبقوا مدرسين، او لازم احنا كلنا بنكمل بعض. يعني بتلاقي الطبيب ده هو تخرج من مين اللي علمه؟ مدرس. هتلاقي مثلا الصنايعي اللي هو ده يعني دخل منين؟ ما هو ده المجتمع العلمي موجود، كله بيعلم لازم. بعض وكله متداخل مع بعض. يبقى الموضوع النفسي، البيت يبقى شكله ايه؟ انا عاوز اتكلم معاكي بصراحه على موضوع انت ارشاد اسري في المقام الاول، وعاوز اتكلم معاكي على العلاقه السويه في البيت. البنت او الولد لما بينتقلوا للحياه الجامعيه بيكون الموضوع ليهم انتقال في مرحلتين، علمي واجتماعي. بينخرطوا، بيبقى فيه ولاد وبنات، والكتير جدا بيبقى لاول مره ولاد وبنات بيزاملوا بعض، وبالتالي انت اتكلمتي على موضوع الحب او الارتباط او الكلام ده وبتاع. بيبقى في نموذج هو شايفه في البيت، هو شايف بابا وماما بيتعاملوا ازاي، بابا وماما وضعوهم ايه مع بعض، سواء كانوا متجوزين او حتى منفصلين او غيرهم والكلام ده. سواء البيت السوي، البيت السوي في العلاقات الإنسانية بين الأب والأم وتأثيرها النفسي على الأبناء. كلميني على ده، لأنه بينعكس بالتأكيد على سلوكياتهم لما بينفتحوا على المجتمع لأول مرة في حياتهم في الحرم الجامعي. كلميني على البيت وارتباط الزوج والزوجة والأب والأم. دور الأم والأب ما بيقتصرش على فترة عمرية محددة. في ظل اللي الشباب دلوقتي أصبحنا عالم منفتح، العالم بقى قرية صغيرة، كل الولاد قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي بيتفرجوا على حاجات، والأب والأم منشغلين في حياتهم أو في مشاكلهم أو المفروض إن كل أب وأم يقعدوا مع أولادهم يسمعوهم. لازم أكون صديق لابني أو بنتي في المرحلة العمرية الحرجة دي، أقعد أتكلم معاهم حتى لو هو في علاقة عاطفية، حتى لو هو بيعمل حاجة غلط، حتى لو هو حد مثلا من أصدقائه قال له تعالى اشرب معايا السيجارة دي ومش عارفة ايه. لازم أكون مصاحب أولادي وأقعد أتكلم معاهم وأسمعهم، ويكون عندي يوم في الأسبوع، اليوم ده مقدس، لازم كلنا نجتمع في اليوم ده نسمع مشاكل بعض. وما يعني مثلا ابني ده عنده مشكلة في كذا، فنقعد كلنا نجتمع على ترابيزة السفرة ونتكلم مع بعض وندردش. برضو ادخل اشوف ولادي بيتفرجوا على ايه، يعني بطريقه كده اللي هم باين لهمش ان انا براقبهم، لا احاول اوضح لهم القيم والصح والغلط، يعني احاول ان انا اوضح لهم ده. كمان في نقطه مهمه جدا، ان انا لازم احتوي ابنائي وخصوصا البنات في مرحله الجامعه، علشان ما تطلعش تدور على الحب والحنان ده خارج المنزل. يعني لازم، والاب هنا كمان عليه دور كبير جدا جدا، ان هو يحتوي البنت في الفتره دي، لان هي ما تكون شبعانه حنان من ابوها ومن اهلها في البيت، مش هتطلع ان هي اول واحد يقول لها انا بحبك او اول واحد يتكلم معاها تقوم تقول ايه لا ده بقى الحب الحقيقي ده. لا، لازم اسمعهم. ما ينفعش برضو ان انا في كل حاجه اقول له اعمل كذا، لو ما عملتش كذا مش عارفه ايه، واحاول ان انا اضغط عليهم بقسوه، لان هو هيعمل الحاجه دي من غير ما انت تعرف اصلا. يعني لو انت في حاجه معينه مش عايزه يعملها وتعاملت معاه بطريقه القسوه في فتره المراهقه، هو هيعملها من غير ما انت تعرف. يبقى انا هنا اصاحب ابني، يعني حتى الامثال الشعبيه يقول لك ان كبر ابنك خويه. صاحبه، اتكلم معاه، اتعامل معاه ان انت كصديق. عملت ايه في الجامعه النهارده؟ وريني كده مش عارفه ايه. يعني نحاول ان احنا نصاحبهم وندخل لهم بطريقتهم هم، بطريقه الشباب بتاعتهم دي.
علشان ان انا اقدر اوصل لتفكيرهم، اقدر ان انا اتعامل معاهم. هل انا لازم في تعاملي مع زوجتي امام ابنائي اكون مثالي قوي؟ احنا بنقول في بعض الاحيان الاولاد هم اللي بيربونا، ايوه وبالتالي احنا اللي لازم نكون ملتزمين بالقدوه الجميله في الموده والرحمه في الحياه في البيت. صحيح. وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا لتسكنوا اليها وايه؟ وجعلنا بينكم مودة. وجعلنا بينكم موده ورحمه. ما قالش حب ورحمه. صحيح. الموده اعلى من الحب على فكره. صحيح. صح كده؟ صحيح. فالاقوى هو الود. الود ده اللي هو بين الزوج والزوجه او الزوجه والزوج، وبينهم وبين الابناء كمان. لازم يكون في ود من الاسره كلها. صح؟ صحيح. تمام. لازم ان احنا نتعامل بود وبحب وباحترام قدام الابناء، لان التعامل مثلا احنا حصل في كل البيوت فيها مشاكل، ما بنقولش لا، حصل مشكله، ما فيش داعي بقى ان انا صوتي يبقى جايب اخر الشارع وقدام الولاد وحسسهم ان في الدنيا مقلوبه وفي مشاكل، واقوم بقى اتعصب والام تتعصب والاب يتعصب. كل ده هيأثر على نفسيتهم. فاحنا في مشكله بندخل الاوضه نقفل على نفسنا ونتكلم بالعقل لحد ما نوصل لحل المشكله دي. انما تعاملنا قدام الابناء يكون باحترام وبتقدير، لان انا دلوقتي لو الابن شايف الاب بيتعامل مع الام بطريقه مش كويسه، بيضربها بيزعق لها، هو هيطلع يضرب مامته دي. هو ده المثل القدوه اللي قدامه اللي اتعود هو عليه. لما يتجوز هيعمل نفس اللي هو بيعمله ده مع مراته. الام مثلا صوتها عالي قوي وبتزعق على طول، البنت هتطلع نفس الموضوع مع زوجها، ولما هيكبروا هيتعاملوا مع الام والاب بنفس الطريقه اللي هما بيتعاملوا بيها مع بعض. انما لو شايفين وطوا الصوت، بابا داخل، ما تعملوش دوشه، ده بابا هينام، ده يلا بابا جاي يتغدى، يلا كلنا نتجمع عشان نتغدى مع بابا، يلا، فخلاص بابا بقى القدوه اللي احنا كلنا بنحترمه وبنعمل له تقدير وباحترام. هي هتطلع البنوته لما تتزوج هتتعامل مع زوجها نفس المعامله اللي كانت والدتها بتعاملها هتلقى منه مع نفس زوجها. الود والاحترام في المقابل. صحيح. الام مثلا، الاب مثلا، مين زعل ماما، مين عمل كذا مش عارفه ايه، لا ماما، ده ماما هي اللي بتعمل لنا، ده شوفوا الاكل الجميل اللي ماما عاملاه لنا النهارده، ده يدخل يقبلها، هي تدخل، يبقى فيه احترام وتقدير. كل ده هيخلي الاسره سويه نفسيا. انما لو احنا متربين، لان الطفل بيبقى زي الاسفنجه، هو خلقنا كلنا على الفطرة، محدش تدخل فيه هو مولود فين او مامته وباباه مين، او احنا ملناش تحكم خالص في الماضي او في. ايه بس تغول الثقافات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتوصل لنا حتى عبر الدراما والافلام والمسلسلات، اقترب انها بتدمر القيمه دي في المجتمع، في الاسره. يعني هو دايما زي ما حضرتك قلتي ان المجتمع في علوم الاستراتيجيه، في القوى الشامله للدوله، واحدة من أهم القوى الكتلة الحيوية. الكتلة الحيوية دي قوة السكان، عدد السكان وترابطهم وقوتهم وترابطهم مع بعض. لما أنت بتهدي الكيان الأساسي اللي هو الأسرة أو المجتمع، وما يبقاش فيه جواز، أيوة. ما يخلفوش ويتجوز ليه؟ المفاهيم دي على فكرة شغالة. ليه جواز ايه؟ بلاش كلام انت قديم قوي، بلا جواز، بلا مش عارف ايه، او حتى الاساليب المختلفة للزواج اللي بيخترعوها. مفيش خلفة، فالكتلة الحيوية للمجتمع بتقل. بيبقى الارقام بتقل، لان مفيش حد بيخلف، اللي عاوز يعمل علاقه او غير مشروعه خلاص بقى ما بيخلفش طبعا، انفتاح. وبالتالي بيأثر على القوه والكتله الحيويه اللي احد مكونات الثمانيه للقوى الدوله، القوى الشامله للدوله. عشان كده هم بيلعبوا على المفاهيم دي في الدراما منذ سنوات الحقيقه، والافلام اللي بتجيلنا من الخارج اللي بتؤكد على المفاهيم دي بشكل او باخر. والاغرب بقى ان بعض الانتاج اللي موجود سواء كان درامي او سينمائي بيعزز هذه المفاهيم بصورة الحقيقة مش مدركين أبعاد وخطورة اللي بيتكلموا فيه. ده الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ده موضوع في غاية الأهمية. يمكن يحتاج حلقات وحلقات. يعني الدراما بتؤثر بشكل كبير جدا 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 على الناس في المجتمع وعلى الشباب، بدليل لما تلاقي فنان معين مثلا بدون ذكر اسماء عامل تسريحه شعر مثلا معينه، تلاقي كل الشباب عامله نفس التسريحه. مثلا تلاقيه بيتكلم باسلوب معين، تلاقي كل الشباب واخده الالفاظ والطريقه والاسلوب بيتعاملوا بيه مع بعض بالظبط. فين القيم اللي اتربينا عليها؟ فين اخلاقنا؟ وهم شباب يعني مش فاهمين حاجه ومش عارفين حاجه، بيشوفوا الغرب بيتعامل ازاي
بيعمل ايه، فبيحاولوا يقلدوهم بطريقه بعيده كل البعد عن مجتمعنا، عن قيمنا واخلاقياتنا تماما وديننا. طبعا، حاجات بعيده عن مجتمعنا. فين بقى دور الاهل؟ انا شايف ابني قافله، بنتي قافله على نفسها بالعشر ساعات في الاوضه وقاعده، يلا انا مريح دماغي، ما قاعده في اوضتها. هل هو عارف هي قاعده بتعمل ايه في الاوضه؟ هل هو عارف هي لابسه ايه؟ هل هو عارف هي بتكلم مين؟ انت فين دورك بقى كأب؟ بقى فين دورك الرقابي اللي ربنا هيحاسبك عليه كأب؟ المفروض ان انت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت هتكون مسؤول عن الرعايه دي. فين دورك بقى؟ فين دورك كأم؟ ما تخبطيش كده على بنوتك، ايه يا حبيبتي بتعملي ايه؟ وريني. لا، شافت حاجه مثلا، ما قومش بقى انت بتعملي ايه، لا بالراحه. لا يا حبيبتي، ازاي؟ احنا انت بنت، انت البنت لازم في حيائها لازم تكوني رقيقه، لازم تكوني جميله. اللي انت بتعمليه ده غلط، الناس دي مش زينا، الناس دي مش مجتمعنا، دي كلها حاجات غربيه، احنا ما تربناش عليها، ما تعودناش عليه. هي هتشوف اصلا مامتها يعني بتتعامل بحياء، بتلبس لبس محتشم، بتحاول ان هي تعمل هي هتطلع كده. انما ان انا خلاص سايبه اولادي، ابني مثلا قاعد على النت 24 ساعه. كان في برضو طلعت لعبه كده غريبه، كانوا الشباب بيلعبوها ماسكين الموبايلات، اللي هو جولات برضو، حاجات لعبه كده مش فاكره بالظبط اسمها، لعبه كده ومن كل دول العالم، وتلاقي كل الشباب اللي هو ناقص يحط الموبايل في جوه. طب وبعدين بيأثر بقى على التركيز، بيأثر على التحصيل الدراسي، بيأثر على النظر، بيخليهم عصبيين جدا. يعني تيجي تتكلم معاه تحس ان هو يعني في ايه. دول بقى لو هم لسه طلبة بيدرسوا، هو مش هيعرف يذاكر. هيجي يحفظ مثلا قاعدة ولا نظرية ولا حاجة، مش هيكون عنده التركيز ده. هتلاقي بقى كمان في الاكل والشرب والكلام ده هيقل جدا. هتلاحظ ان هو بيخس، هتلاحظ ان هو مشتت ذهنيا، مش مركز. تيجي تتكلم معاه في حاجه مثلا تلاقيه قاعد مش مركز انت بتقول ايه، لان دماغه في حاجه تانية خالص. اللي هو انت بتقول ايه يا ابني؟ ده انا كنت بقول لك كذا، انت قلتي كده امتى؟ هو ده حصل ازاي؟ أيوه. فتخيل بقى ان من مجرد لعبه او منصه على منصات السوشيال ميديا تاثيرها ازاي على الابناء، سلوكيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا ونفسيا واجتماعيا وكمان صحيا. كل واحد يخلي باله بقى من النبته ومن الزرعه بتاعته، هيزرع فيها ايه وهيسقيها ايه، علشان لما يكبر هيحصد ده في النهايه. تمام. دكتورة دينا عاطف، استشاري العلاقات الأسرية والتربوية والمحاضر الدولي الشهير، أنا بشكرك جدا على تشريفك لينا، وبقدر الإمكان نخلينا نحاول الحوار بسيط ومبسط عشان يتفهم. وأنت عارفة طبعا النصيحة دايما بتكون تقيلة، وبالتالي لازم يتخللها بعض يعني المداعبات زي ما بيقولوا. سعدت جدا بلقائك. انا الاسعد والله، بشكر حضرتك جدا جدا على اللقاء ده، ويا رب يكون قدرنا نفيد الساده المشاهدين ونكون كنا خفاف كده عليهم، ويا رب نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا ربنا لحضرتك. يوفقك يا فندم، والف شكر مره ثانيه على تشريفك لينا. الف شكر. انا اللي بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدينا، قيمة جميلة محترمة الحقيقة. النهاردة حاولت أكون خفيف معاه في الحوار، لأن المواضيع دايما النصيحة بتكون تقيلة، فأنا عارف إن لازم نكون على قدر من البساطة حتى في توصيل المعلومة، وهي ما شاء الله عليها طبعا قدرت توصل بصورة جميلة ومحترمة وتوصل للقلب مباشرة. بشكركم على حسن المتابعة. الفنجان قهوة، أرجوكم دائما ابقوا معنا. شكرا لكم. كان معكم أحمد عبد العظيم.